رشحت تقرير صحفية فرنسية صدرت أمس الثلاثاء لاعب الخضر ريان أيت نوري لمغادرة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة شهر جانفي المقبل. وارتبط اسم الدولي الجزائري بالالتحاق بعملاق البريمير ليج نادي ليفربول، إلى جانب وجود اهتمامات جدية من نادي نيوكاسل الإنجليزي أيضا. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن وولفرهامبتون والذي اشترى عقد أيت نوري مقابل 11 مليون يورو يريد الحصول على 25 مليون يورو من صفقة بيع اللاعب. وتوقعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة رحيل رايان أيت نوري شهر جانفي المقبل، غير أنها تساءلت حول إمكانية سقوط صفقة رحيله عن الوولفز المرتبط معه إلى غاية صيف 2026، لا سيما وأن الميركاتو الشتوي يتزامن ونهاية كأس إفريقيا المقررة بالكوتيفوار، وذلك ما بين 13 من جانفي و11 من فيفري لسنة 2024.